بغيتي تاخذ الزبده ديال الكاوكاو في الاسواق الكبرى وما عندكش الوقت ديرها في الدار، اجي نوريك كيفاش تختار شي زبده ديال الكاوكاو مزيانه. تبع معايا. ملي كنشوفوا هنا في المكونات كيبان لنا الفول السوداني اولا الكاوكاو ب 90%، وفيه واحد تقريبا الزيت النباتي، عاد السكر وعاد الملحه 90% ديالو كاوكاو، ولكن فيه زيوت وما فيش زيت نخيل، ولكن فيه زيوت تقريبا واحد النسبه ديال 10% اللي فيها الزيت وفيها السكر وفيها الملح. الفرق ما بين هذا وهذا هو ان هذا كرانشي، يعني الحبوب ما مطحونينش بزاف تيبقى مهرمش، وهذا رطب. نفس البلان هذا تا هو فيه الكاوكاو اللي هو مقلي، السكر في النقطه الثانيه، فيه حتى هو الزيت، زيت الصوجا. المشكل هنايا هو ان المكون رقم واحد هو السكر، عاد زيوت نباتيه، عاد الكاوكاو، عاد الملح، يعني هذه غير كريمه فيها الكاوكاو ماشي زبده الكاوكاو. هنا نفس القضيه، السكر هو الاول والزيت النباتيه و22% ديال الكاوكاو، كريمه ديال الكاوكاو ماشي كاوكاو. وباش نوضحوا المسائل، الزبده ديال الكاوكاو خصها تكون فيها اول مكون الكاوكاو، ثاني مكون الملحه. الزيت ما عندهاش بلاصه، لان الكاوكاو ديجا فيه واحد 50% حتى 55% دهون، والدهون صحيه وفيه سعرات حراريه عاليين، فالا كنتي غتزيد فيه سوا الملحه ما غتحتاج لا زيوت نباتيه مهدرجه، لا زيوت نباتيه، لا مالتودكسترين، لا حتى حاجه. الزبده ديال الكاوكاو ما لقيتش شي وحده اللي هي صحيه 100%، الا بانت لي شي وحده راه غنبارطاجيها معكم، وبارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك، واكيع ربي.